السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بكم عام جديد، معاكم سالي من قناة سالي هوم، وحشتوني جدًا، 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 من آخر فيديو نزّلته معاكم كان من حوالي 6 شهور، بعدها حصلت لي حاجات كتير لخفانة في حياتي وظروف يعني كانت صعبة شوية، وحتى الفيديو اللي أنا صورته لكم ده أنا مصوراه من حوالي شهرين أو أكتر، آآ أو بعد شهرين من آخر فيديو أنا نزّلته، من بعد شهرين مصوراه من حوالي 4 شهور، كنت لسه حاجة رمضان موجودة ما كنتش شِلتها وكانت الدنيا بايظة زي ما أنتم شايفين، كنت تعبانة طلعت من رمضان يعني في آخر أيام في رمضان كنت تعبانة جدًا، وفضلت شهرين آخد في علاج، وأول ما بدأت أخف قُمت بقى عشان أشوف المطبخ وأشيل الحاجات، كانت حاجة رمضان لسه محطوطة زي ما هي زي ما أنتم شايفين كده. فقُلت بقى أنضّف المطبخ تنضيف عميق، لإنه كانت حالته وصلت لمرحلة سيئة جدًا، والله العظيم برضه صوّرت الفيديو ده وما قدرتش إن أنا أمنتجه أو أنزّله، يعني الفيديو ده متصوّر من حوالي ييجي 3، 4 شهور، ومرّيت بظروف صعبة كده وما قدرتش خالص إن أنا أنزّل الفيديو، وما أعرفش بقى ودخلت في مرحلة كده إن أنا مش عايزة أعمل أي حاجة ولا عايزة أصوّر ولا عايزة حتى أعمل مونتاج للفيديو ولا أصوّر فيديوهات جديدة ويعني حياتي كانت واقفة على كده. وكمان اللي زوّد من النفسية أكتر إن هي تبقى مش مضبوطة، الأحداث اللي حصلت في الفترة الأخيرة في فلسطين و وكمية الناس اللي ماتت وكمية الأطفال اللي استشهدوا، يعني حاجة تقطّع القلب، فمخلّية الواحد ما لوش نِفْس يعمل أي حاجة. فالوضع صعب الصراحة يعني صعب خالص ومخلّي الواحد ما لوش نِفْس يعمل أي حاجة، وما فيش في إيدنا حاجة غير إن إحنا ندعي لهم، يعني إحنا ما فيش في إيدنا غير الدعاء، الدعاء والمقاطعة اللي هُم اللي إخواتنا اللي هُم عاملينها على الجروبات على الفيسبوك وكده بيدعوا ليها، وطبعًا كاتبين ناشرين المنتجات اللي هي بتدعم الاحتلال، ومنزّلين برضه بوستات بالمنتجات اللي هي البديلة، اللي إحنا المفروض نشتريها وما نشتريش المنتجات اللي هي بتدعمهم. بس ما فيش في إيدينا حاجة غير إن إحنا نعمل الحاجتين دول، وربنا يا رب يرحم شهدائنا وينتقم من الظالمين، وينصر إخواتنا في فلسطين على الاحتلال وعلى العدو، و وبس كده أنا مش لاقية حاجة أصلًا أقولها أصلًا، يعني الموضوع أكبر من أي كلام. عايزة بقى أقول لكم على حاجة، اخواتي وصحابي اللي في القناة اللي بيبعتوا لي كل شوية يسألوا عليَّ ويقولوا لي: "أنتِ فين؟ أنتِ بقى لِك فترة مش بتنزّلي، طب أنتِ عاملة إيه؟" طب كده، أنا باشكركم جدًا، 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 والله العظيم يعني أنا بافرح خالص لمّا بالاقي تعليق جاي لي واحدة بتسأل عني، بتقول لي: "أنتِ فين؟ أنتِ عاملة إيه؟" يعني بابقى مبسوطة وفرحانة إن أنا إن أنتم لسه فاكرينّي، إن أنتم لسه إن أنتم مهتمين لأمري يعني بتدوّروا عليَّ وبتسألوا عليَّ، فأنا باشكركم جدًا والله وأنا باحبكم جدًا في الله، وشكرًا على سؤالكم عليَّ وعلى اهتمامكم بيّا، أنا الحمد لله كويسة، أنا فعلًا كنت تعبانة، بس الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بقيت في صحة أحسن، وده بفضل دعواتكم برضه للناس اللي بتحبني. ربنا يصلح أحوالكم جميعًا يا رب وييسّر لكم أمركم ويمتّعكم بالصحة والعافية. آآ طبعًا بقى لمّا أنا قُمت من دور التعب اللي قُلت لكم عليه ده، لقيت الدنيا زي ما أنتم شايفين كده، المطبخ بقى كان حالته صعبة خالص، والله العظيم حتى حاجة رمضان أنا ما كنت مش عارفة إيه اللي حصل لي، من آخر فيديو نزّلته حتى لو اللي شاف آخر فيديو نزّلته كان مش عارفة كان الكحك بتاع العيد، كان الكحك، هتلاقوا إن الفيديو في نهايته كان بايظ، يعني كان جايب شاشة لونها رصاصي كده، حتى الفيديو كان بايظ، يعني أنا مش عارفة كان إيه اللي حصل يوميها. أنا حصل لي حاجة، تعبت وفي حاجات باظت في الشقة وكده، أنا مش عايزة أقول إن الحسد ومش حسد، بس أنا حتى لو أنا اتحسدت أو كده أو حاجة عندي اتعرّضت للأمر ده، فده من تقصيري أنا، يعني أنا مش بالوم حد، أنا بالوم نفسي، بالوم نفسي إن أنا مثلًا ممكن أكون كنت مقصّرة في الفترة ديّة في أذكار الصباح والمساء، لإن العين حق يعني، وأنا مش هاقول إن الناس بتبُص لي أو الناس بتحسدني، لأ، أنا بالوم نفسي برضه إن أنا كنت مقصّرة في أذكار الصباح والمساء، وأنا باوصيكم بيها إن أنتم تلتزموا بيها في الصبح وبالليل،
ما تسيبوهاش خالص يعني من حياتكم، لإن هي طبعًا بتحصّن الإنسان وبتحميه من الأعين يعني. وفي فرق ما بين الحسد والعين. الحسد اللي هو تمني زوال النعمة، يعني أنا أكون لمّا بتحسدي حد إن أنتِ مثلًا بتتمني زوال النعمة منه، أو عايزاها مش مثلًا إن هي تيجي لِك وتبقى عند غيرِك، لأ، في ناس كده يعني ربنا يكفينا شرّهم، بيتمنّوا زوال النعمة من الناس اللي هم يعرفوهم أو كده. وفي حاجة تانية العين، اللي هي أنا بابقى مثلًا معجبة بس بالحاجة، بس ما باذكرش اسم الله أو ما باباركش على الحاجة ديّة، فالعين بتصيبها. بس هو المفروض إن أي حد يشوف حاجة كويسة قدّامه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم بارك، كده يعني. في ناس بقى بتقعد تبُص وخلاص، ولا بتذكر اسم الله، ولا بتبارك، ولا بتقول حاجة، فدُولة بقى ربنا يسامحهم. بس إنّما أنا مش حكاية، أنا يعني حبايبي وصحابي والناس اللي بيحبوني أنا ما باقولش عليهم حاجة، أنا باقول على الناس في فئة معيّنة من اللي بيتفرّجوا على القنوات بتقعد تبُص وتتأمّل ما يذكروش الله. بس فالواحد يتمنى الخير لغيره علشان الخير ييجي له، إنّما لو أنت ما اتمنيتش الخير لغيرك، الخير عمره ما هييجي لك، وعمره ما يدخل بيتك، تمام؟ بس هُم كانوا كلمتين بقى الدنيا الكلام هو اللي جاب بعضه، فكنتش حابة أتكلّم على موضوع الحسد ده ولا الكلام ده، بس هو الكلام اللي جاب بعضه. آمم، شايفين بقى كده بقى النضافة حلوة إزاي، يعني نضّفت البوتاجاز بقى جميل. أول ما البوتاجاز يتنضّف تحس إن المطبخ كلّه جميل ونضيف وحلو. البوتاجاز كان حالته صعبة خالص، شِلت بقى كل الحاجات اللي على الرخامة عشان أنضّف الرخامات. هانضّف بقى الرخامة، وهاغيّر من الديكور اللي هو محطوط في المطبخ. طبعًا هاشيل حاجة رمضان، لإن هي كانت مركونة بقى غابت كتير محطوطة. طبعًا أنا كنت تعبانة، ما كانش ليّا نِفْس أعمل أي حاجة، فجِبت كرتونة كده بقى وبدأت أجمّع الحاجات بتاعة رمضان وحطيتها في الكرتونة، تمام. الفانوس كل الحاجات اللي هي الديكورات بتاعة رمضان، آآ كانت مركونة من يوميها ما كنتش لسه شِلتها. هاغيّر بقى واشيل كده، حاسة الحاجات دي كانت عاملة زحمة شوية كده في المطبخ، فأنا هاروّق الدنيا شوية كده واخِف من الحاجات اللي محطوطة على الرخام. طبعًا أنا باحب الفيديوهات بتاعة رمضان جدًا، وباحب كده أجهّز لرمضان. حتى لو تلاحظوا تلاقوا يعني بابقى نشيطة في تصوير فيديوهات وكده، يعني في الفترة بتاعة رمضان، في تجهيز حاجة رمضان، قبل رمضان، بيبقى أكتر. بابقى متحمسة كده على الشغل وعلى التصوير في الفترة اللي هي بتبقى قبل رمضان، باعمل أفكار لرمضان، بارتّب، بانظّم عشان رمضان كده يعني. وبعد كده بينتابني حالة كده من الكسل أو فقدان الشغف، ألاقي نفسي خلاص عايزة أرتاح، مش عايزة أشتغل، مش عايزة أعمل. باحاول إن أنا أغيّر من نفسي شوية وأبقى نشيطة دايمًا كده واشتغل على طول واصوّر وكده، بس مش عارفة، باحاول أغيّر من طبعي، بس مش عارفة، أنا حاسة إن ده طبع فيّا، مش حاسة، أنا متأكدة إن ده طبع فيّا، إن أنا يعني باشتغل باضغط على نفسي جامد، وبعدين أروح أول ما أقعد وأريّح خلاص، ما ألاقي نفسي مش قادرة إن أنا أقوم تاني أو أعمل حاجة تاني. باتمنى من ربنا إن هو يشيل حتّة الكسل ديّة منّي، ويعينّي كده على الشغل كده، وأبدأ أرجع معاكم تاني كده وأنزّل لكم فيديوهات حلوة تستفادوا منها بإذن الله. ما ننساش بقى الباقيات الصالحات خير من عند ربِّك ثوابًا وخير أملًا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعًا ذكر ربنا ما فيش أحسن منّه، حسنات كده من غير تعب ولا مجهود. شايفين كده بقى نضّفت الرخامة خالص أهوّة وروّقتها، هابدأ بقى كده أنضّف المطبخ من برّه، التقفيل بتاع المطبخ. ده الجانب اللي هو بيبقى جنب البوتاجاز. رشّيت بقى من المنظّف ده بتاع اللي هو اللي بيدوّب الدهون، اسمه سيترس. حطيت منّه كده على الجوانب بتاعة ال البوتاج ال المطبخ، اللي هي بتبقى فيها دهون وكده، بتبقى صعب إن هي تتنضّف من غير حاجة يعني. وبرضه عملت بيه البوتاجاز ونضّفت بيه عيون البوتاجاز.
خلاص كده زقيت البوتاجاز تاني جنب المطبخ بعد ما نشفته ونضفته كويس. وده الشكل بقى الرخامات بعد ما خلصتها. هبدأ بقى ارص الحاجات تاني، بس هحطهم بطريقة بقى ايه ما فيهاش كركبة كتير. هحط كده الكوستر ده الخيش اللي انا كنت عاملاه قبل كده معاكم، كنت عاملاه في رمضان برضو. هحطه كده، والصينية دي برضو كنت عاملاها في رمضان اللي قبل اللي فات. فكرتها بسيطة جدا، كانت صينية قديمة كده وانا لفيت عليها شريط كده من الخيش، وزينتها كده بالبتاع اللي هو شريط البومبوم ده. وخلاص كده، ورصيت بقى الحاجات اللي هي بتاعة المطبخ، كسترات الخشب، وقللت منهم شوية، شلت يعني سبت بس 2. والرف ده برضو كنت انا عاملاه، لو انتوا فاكرينه كنت عاملاه برضو في رمضان اللي فات. احط عليه الراديو كده وزرعة صغيرة. والبرطمانات دي بقى بتاعت الشاي والسكر والقهوة كنت عاملاها برضو بتاعت رمضان. فانا هسيبها دلوقتي لحد ما ابقى اعمل طقم جديد لان انا كان عندي طقم كده وشكله قديم شوية، فانا مش حابة ان انا احطه، فانا هسيب دولت دلوقتي مؤقتا لحد ما ابقى اعمل طقم جديد كده آه شكل تاني غير رمضان. ايه رأيكم بقى؟ الدنيا بقت رايقة وحلوة ومفيش كركبة كتير. شغل بقى إذاعة القرآن الكريم. وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما. هنا بقى كنت ببخر المطبخ بعد ما خلصت تنظيفه وتلميعه. البخور ده ما شاء الله عليه جميل جدا، وريحته بتبقى ثابتة، بتفضل في المكان لأكتر من يوم، يعني بتقعد 2-3 ريحة البخور لازقة في المكان. هبخر كده بقى واسيبكم دلوقتي بقى مع المطبخ كده، هو شكله حلو. اتمنى يكون فيديو النهارده عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. حبكم في الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال الضعفاء فهل والله يحكم لا معقب لحكمه.